من الأصدقاء يقول أبوي، يقول كنت أنا وياه في المطار، يقول يشوف الناس هذا نازل وهذا طالع وهذا شنطته معه وهذا، قال يا ولدي الحياة هذه مثل المطار. يقول الحياة هذه مثل المطار، هذا قادم وهذا يحز مشناطه وهذا غادر. صحيح. فبقيت الفكرة هذه في بالي لمدة يمكن 10 أو 15 سنة، ولا جات القصيدة إلا بعد. يقول بين رحلة قدوم وبين رحلة ذهاب قصة يدرك العاقل نهاياتها، والليالي معاناة وسفر واغتراب في غرور الحياة وفي متاهاتها، ورحلة العمر ما فيها ذهاب وياب، رحلة يشبه آخرها بداياتها، حلم الأطفال فيها يزدريه الشباب، وهيبة الشيب تنعي كل ما فاتها، وأهل الأمال مروا مثل مر السحاب، وما تهل الهقاوي دون هقواتها، وراعي المال غاب وراعي الجاه غاب، والحلوق الكبيرة غابت أصواتها، وين راح الدهاه اللي يطون الصعاب، وينهم نخبة الدنيا وساداتها، وين راح الملوك أهل المقام المهاب، وين راحت ممالكهم وقواتها، سلمتهم مقادير الزمن للغياب، وأصبحوا قصة تحكى حكاياتها، يا غريب الدهر ما توك إلا السراب، لا يغرك رخى الدنيا ولذاتها، ما صفى من مشاريب الليالي يطاب، ما صفى من مشاريب الليالي يطاب، شهب الأقدار تفتله شنباتها، وكل شيء مقدر ولا جله كتاب، ولا حد سلم الدنيا وصكاتها، والحضيض الموفق من تذكر وتاب، قبل ما تغلق أيامها سجلاته، جعلنا لانتهت سمحان وقت الذهاب، يختم الله بالصالح نهاياتها، ما خلق من تراب إلا دفن في التراب، ما خبرنا المقابل ردة أموات. سلامة. جزاك الله خير. يقول لو سألت قلبي على ماذا يستحسن لأجاب وقال من كلام أبو محسن. الله بعينك أبو محسن، الله يسعدك، يرفع قدرك.